السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله مع ام اسيد راح نديرو صلصة البيشاميل. لهنايا كيما راكم تشوفوا نجيبو كسرونة، نديرو مغرف تاع زبدة ونخلوها تذوب، والنار لا تكون قليلة كيما راكم تشوفون راني ناقصة النار باه ما تتحرقش معايا الزبدة. بعد ما تذوب لنا الزبدة نزيدو مغرف تاع فرينة، اللي يدير 2 مغارف تاع زبدة يدير 2 مغارف فرينة، ونخلطو البنات نحمصو مليح هذيك الفرينة، ما نحبسوش تخلاط باه ما تتحرقناش. بعد ما نحسو بلي الفرينة تحمصت لنا مليح، نديرو الحليب، والحليب نديرو بالتدريج البنات، ويكون يكون دافي ولا سخون باه العملية تكون سريعة وتعرفوا القوام اللي راكم حابينه. نفتحوا هذيك الفرينة في الحليب ونبقاو نزيدو الحليب بالتدريج كما قلت لكم لان الحليب يدفق لي معليه سباغراف. الحليب ما كاش كميه محدده البنات، نتوما واش حبيتو تزيدو زيدو نتوما والقوام اللي باغيينه. نزيدو رشه تاع ملح، نزيدو رشه تاع فلفل اسود، ما تكثروش الفلفل الاسود غير ما بين صباحتيكم، ونخلطو مليح باش تفتح لنا هذاك الفلفل الاسود في الفرينه والحليب. نزيدو شويه تاع فرماج، النوعيه ما يهمش، اي نوعيه تحبوا ديروها ديروها، تحبوا تاع المثلثات تحبوا هذا اللي درت منه انا، تحبوا نوعيه اخرى للبنه برك. واللي اللي ما عندوش ما يديرش عادي، يدير غير الفرينه والحليب والملح وفلفل اسود. لكن للبنه الفرماج يعطيها بنه اكثر واكثر. شوفوا القوام البنات انا اللي كيفاش جاني، نتوما تحبوها عاقده على هكا ما تكثروش الحليب، تحبوها تكون جاريه شويه على هكا زيدوا الحليب. مع السلامه البنات.